السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده حلو جدا، هنعمل فيه الكشري المصري الاصيل. حاجه كده احلى من بتاع المطاعم، ومش هنستهلك بقى مواعين كتير، هو كله هيتعمل في حله واحده. وصفه سهله وسريعه وبتوكل جدا، وتكتها سهله وبسيطه. تابعي بقى الفيديو للآخر، وحطيه لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس، ونصلي على رسول الله ونسمي الله ونبدأ في الوصفة. معايا عدس بجبة، حطاه في مية يتنقع نص ساعة قبل ما أبدأ في وصفتي على طول. وبعد كده جبت حلة كبيرة. لازم تكون حلة تاخد معايا المكونات كلها، ما تروحيش تعملي في حلة صغيرة. حطيت فيها شوية زيت، ونزلت معايا بالشعرية. هفضل احمر الشعرية لحد ما تاخد لون. طيب، انا المفروض كنت نزلت بالبصلة الاول احمرها، وبعد كده انزل بالشعرية، بس انا نسيت ونزلت بالشعرية الاول. فمفيش مشكلة خالص. هحمر الشعرية، واول ما تاخد لون هطلعها من الحلة، وفي طبق او اي حاجة. وفي نفس الحلة هنزل بالبصلة الاول. تمام، فانت بدل ما تحمريها وتطلعيها، لا، ابدأي بالبصل الاول، واول ما تاخد وقبل ما تاخد لون تنزلي بالشعرية. تقلبيها معاها. طيب، حطيت مية على النار وسايباها تغلي معايا تبقى جاهزة. وانا بقلب في البصلة احمرت، نزلت بقى بالشعرية اللي كنت محمراها. حابة تبدأي بخطوة الشعرية الاول براحتك، حابة تبدأي بالبصلة الاول براحتك. اول بقى ما هي خلاص هي متحمره، مش مستاهله تقليب كتير. نزلت بالرز بتاعي، الكميات على حسب ما انت تحبي، على حسب عدد افراد اسرتك. فانا الكميات يعني عامله كميات قليله، انا مش عامله كميه كبيره. لان يعني كمان ما شاء الله هي بترمي معاكي، حطي من كل حاجه حبه قليلين هتلاقيها عملت معاكي كميه حلوه. تمام. بعد كده هنزل بالعدس بجبة اللي كنت نقعاه نص ساعة، غسلاه كويس ونقعاه. ده بيوفر علينا يعني في السوى، علشان لما يجي بقى يستوي يبقى خلاص تمام مستوي مظبوط، مش محتاج انه يتسلق. بعد كده بعد ما خدت تشويحة برضو مع المكونات دي كنت بجهز المكرونة الاسباجيتي. طبعا انا مش هحطها سليمة. انا جيت ماسكاها وقطعتها، قطعت الرزمة اللي في ايدي دي على 3 او 4. تمام. بعد بقى ما قلبنا التشويحة دي، هنيجي نازلين بالملح. حطي ملح على قد كمية النشويات اللي عندك، المكونات اللي عندك. وعلشان المية اللي هنطش بيها انا مش حاطة فيها ملح. طيب، عندنا هنا حطيت بقى مكرونة اللي هي الاساور الصغننة دي، والمكرونة الاسباجيتي اللي انا قسمتها. وهدي تشويحة واحدة بس، يعني تقليبة كده، اخلي المكونات كلها تيجي مع بعضها، انا مش هشوح المكرونة. تمام. وبعد كده هنزل بقى اطشها بالمية المغلية. لازم المية تكون مغلية، ما تبقاش ساقعة. طيب، نسبة المية قد ايه؟ هتحطي زي ما بتسوي الرز بالظبط. فوق الرز كده بعقلة صباع يعني. زي ما انت شايفة تكون مغطية بس المكونات بتاعتك بحاجة بسيطة. لان المكرونة والعدس وكل حاجة مش بتأثر خالص، كله هيستوي وهيبقى مظبوط على الشعرة. اهم حاجة يبقى السوا، ما تسويتيش الشوربة وتقولي لا ده في مكرونة وهياخد وقت، لا، مفيش الكلام ده. حطي بس سوا الرز، وهو هيطلع مظبوط معانا. وذوقي الملح في الوقت ده وشوفيه مظبوط ولا لا. لو مش مظبوط زودي ملح. اول ما غلى معايا وبدأ يتشرب هديت النار شوية. اول ما تشرب خالص هديت النار شمعة، كأنك بتسوي رز بالظبط. تمام. ونغطيها ونسيبها بقى تستوي. وشوفوا يعني انا سبتها ما شاء الله وقت سوى الرز بالظبط. يعني بصي، ما تحطيش في دماغك بقى المكرونه والكلام ده، وكله مظبوط، المكرونه مسلوقه كويس، وكل حاجه مستويه، العدس مستوي، كله مية مية طبعا. والمكرونه والرز بيستووا، انا كنت بدأت اعمل الصلصه. جبت حله حطيت فيها شويه زيت، ونزلت بفصين توم مهروس. تمام. نقلبه كده لحد ما يطلع ريحه كده ويبدأ ياخد لون اصفر، لحد ما يبدأ يصفر كده. وهنزل بمعلقة خل. تمام. وبعد كده انزل على طول بالطماطم بتاعتي، تكون مخلوطة كويس وتكون مصفية. تمام، عايزينها ناعمة. وبعد كده حطيت بابريكا، كمون، فلفل اسود، وشوية كزبرة ناشفة، وحطيت ملح، وسبتها بقى على نار
متوسطة تتسبك كده وتاخد وتدي مع بعضها. في الوقت ده انت حابة تحطي آه، عايزة تعملي مع التوم بصلاية صغيرة هتبقى حلوة زي الفل، بس الطريقة دي بتبقى زي بتاع المطاعم بالظبط. بعد كده بدأت اجهز الشطة، حطيت معلقة زيت وفيها معلقة شطة مهروس مطحونة. وخدي بالك جدا في الوقت ده لان الدخان والريحة بتبقى قلبة الدنيا. ف يعني على طول اول ما حطيتي معلقة الشطة اطفي النار على طول. دي بتبقى حار نار يا جماعة، بتبقى مولعة. فانا عملت كمية قليلة لان احنا ملناش قوي في الحراق وعلشان الولاد وكده. بصوا بقى ما شاء الله بدأت اغرف الطبق معايا. فلما تبقى مكوناتك كلها في حلة واحدة، هي زي ما تعملي العدس في حلة والرز بشعرية في حلة وتسلقي المكرونة في حلة، موال وموضوع كبير، والناس بتستثقل ان هي تعمل الكشري بسبب كده. انا عملتهولك في حلة واحدة، مبياخدش وقت مبياخدش مجهود، وتكات سهلة وبسيطة قوي. بس كده بدأنا بقى نغرف الأطباق. حطيت الصلصة على الوش والشطة هحطها على جنب، اللي حابب يحط شطة هيحط قدامه في الطبق، حابة تغرفي لكل واحد طبق لوحده براحتك خالص. وشوفوا بقى الطبق الفينج بتاع الطبق ما شاء الله الله اكبر، ولا اجدعها مطعم بتاع الكشري. الكشري المصري لا يعلى عليه يا جماعة، حاجة كده في منتهى الجمال. اللي ناقصه بقى اللي ناقصه الحمص. الحمص لازم يتنقع ويتسلق، بس انا ما كانش عندي حمص، واحنا اتعودنا ان احنا ما بنقفش على حاجه مش موجوده عندك مش مشكله. ده ادم ينفع تتلغي، مش هنوقف الوصفه علشان حمص. وتعمليها بالهنا والشفا على قلبكم، واتمنى تجربوها وتعجبكم. واتمنى اللي يجربها وتعجبه يكتب لي هنا في الكومنتات ويحط لي لايك ويشترك في القناه. والسلام عليكم.